اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قشطه. بص المكسرات، القشطه دي عباره عن ايه؟ سكر وعسل وجيلاتين. بص كده المنظر اللي ورايا ده انا في الفجاله في مصنع البرج. المصنع ده من 1952. هنا اول فرع في الفجاله 9 شارع البرج. على فكره الشارع باسمهم 9 شارع البرج. تسال من غير ما تسال، البرج معروف هنا. وعشان اطمنكم ان مصنع البرج بيعمل افضل حلاوه مولد وكمان شويه حلويات خطيره. يلا بينا بقى نشوف القصه والحكايه في مصنع البرج. انتوا عارفين دي ايه؟ دي القشطه بتاعت مصنع البرج. تعال نشوف بقى قصتها وحكايتها ونشوفها بيعملوها ازاي من الالف للياء. يلا بينا. القشطه دي عباره عن ايه؟ سكر وعسل وجيلاتين عشان في الاخر تديك المكون ده. وبعد كده لكم هنا بقى القشطه اللي انتوا شايفينها دي عشان تطلع لك احلى قشطه من مصنع البرج. هي دي القشطه الطريه اللي انتوا بتحبوها وبتستنوها من مصنع البرج. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قشطه ولا الموتزاريلا. عندهم كمان الملبن هنا بسم الله ما شاء الله حاجه. تعالى قرب عليا كده، قرب قرب. بص المكسرات، ده الملبن المميز اللي عندهم بتاع مصنع البرج. هنا بيعملوا حاجه اسمها الروشيه، طبعا بيعملوه بكذا نوع. ودي بقى كده البندقيه عباره عن اقراص منها شرايح زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، سواء لوز او بندق. فرع الفجاله في جمله وقطاعي، كمان الناس بتثق فيه جدا 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 عشان كان اول فرع. وزي ما انتم شايفين المنظر ما شاء الله. مصنع البرج بيقول لكم لكل الناس اصحاب الجمله واصحاب القطاعي، تعالى كده افرجك على المنظر اللي عندهم بسم الله ما شاء الله. الحاجه هنا بالجمله بسعر جمله الجمله كمان. الكلام ده كله في مصنع البرج.